السلام عليكم يا جماعة. فكرت كتير طبعا في الفيديو ده وإني لازم أطلع وأفتح قلبي، وده حقكم عليا، وأتمنى تسمعوني بقلبكم. ولو حطيت عنوان، ودي الحاجة الوحيدة اللي فكرت فيها، وغير كده أنا قلت أنا هفتح قلبي وهقول اللي يطلع من قلبي. فهو عنوانه إنه أنا أسفة وحامدة وشاكرة وممتنة جدا. اول موضوع وهو انه انا اسفه ومن قلبي بقولها، لانه صعب جدا اني اكمل حياتي وانا حاسه ان في حد مش مسامحني، او حد مستاء مني، او حد كلنا العقل البشري لما مش بيسمع قصه بيختلق قصص. حد حتى القصه اللي هو اتخلقت في دماغه، مش هو اللي خلقها، كانت ان انا ما تحملتش مسؤولية أو تخليت، أو إن أنا آه، يعني أنا أسفة. أنا أسفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لمصاب وأهل مصاب والناس جريت على مستشفيات والناس شافت هلع وفزع، وأسفة حتى للناس اللي شافت اللي النور اتطفى في الشارع المحيط بالواقعة، للناس اللي كانت جوه، للناس اللي كانت بره، للناس اللي على سوشيال ميديا شافت أخبار، حتى أخبار مغلوطة. في خلال ساعات كانت انتشرت أخبار عن وفيات مؤكدة. أسفة، أسفة يعني من قلبي. يعني مش قادرة أوصف لكم قد إيه هو مؤلم. أنا كنورهان وكشخصيتي بنت الحاج محمد أنديل الله يرحمه، راجل أزهري، كان دايما بابا يقول لي يا بخت من بيت مظلوم وما باتش ظالم. إحساس إنه أصلا حد متخيل إن أنا ممكن أكون ظلمت مشاعره أو إنسانيته، أو أنا كشخصيتي مش سهل جدا، مش سهل ان انا اتحملها، ومش هقدر اكمل على فكرة في يوم من الايام، لانه في ناس كتير بتقولي نورهان لا اطلعي يلا وكملي شغلك وكملي حياتك انا مش مؤسسة دكتور بيبي، ولا مؤسسة بي اكسبو، ولا مؤسسة مثلا البودكاست اللي انا بعمل. انا مش مؤسسة، انا انسانة من لحم ومن دم، انا كيان. انتوا اللي عملتوه اصلا، انتوا اللي في وقعات بتوقفوني، وانتوا انتوا اللي عززتوا حاجات كتيرة جميلة فيا. فانتوا اللي عملتوني، وده حق الناس اللي انا بحترمهم، والناس اللي حتى لو بينقدوني ونقدوا شخصي او استغلوني او زايدوا عليا، انا اسفة ليهم، واسفة للظروف اللي خلت نفوسنا كلها تبقى في الصراع ده. مش زعلانة من حد طبعا، ومش زعلانة على النهاية، لأنه ده قدر وده لطف ربنا. وأنا بس زعلت لأنه ربنا لطف وإحنا ما لطفناش، إحنا ما كناش رحماء للحظة أو لمدة. وحتى الناس اللي بتقول لا طب انتي حتى لو ظهرتي فانتي ظهرتي متأخر لا، انا يا جماعة احنا لازم نفصل بين السوشيال ميديا والإنسانية. إنسانيا الوضع كان أكيد بالعكس. أنا حاسة إن أنا فكرة إن أنا كنت أطلع في الوقت، أنا في ناس طلعت لايف يا جماعة وقتها، وفي ناس طلعت قالت حاجات أنا مش عارفة إزاي أنا بقى صاحبة أو أنا المسؤولة، أو أنا أتحمل مسؤولية للتعاقد مع شركة معينة أو لتفاصيل معينة. وفي إزاي أنا هسيب إنه في دكاترة وعلى فكرة كل ده موجود وكل ده. آه، المهم أنا لما اطمنت على الناس، انتوا متخيلين يعني ايه انه انا كانت جالي خبر انه في حد عنده كسر في العمود الفقري؟ يعني انا كحد عنده خلفيه طبيه، يعني ده لما يدخل عمليات ده هيطلع من العمليات بشلل، او ده هيعيش حياته كلها. خلاص ده حصل، ده كل الاحداث دي تسارع رهيب، وانا اصلا نفسيا وجسديا كنت منهكه بطريقه مش طبيعيه من قبل اصلا الاحداث، لدرجه ان انا نفسي كنت بقول لهم جماعه انا مش عايزه اطلع على المسرح، انا مش قادره حتى اني اتكلم، حتى في اللي هو اني انا ما كنتش قادره اتكلم في الانجاز. فانتوا متخيلين
انا كنت عامله ازاي. فبعيدا عن انا كنورهان، وعلى فكره احنا البني ادمين وقت الصدمات يا اما بنتجمد يا اما بنتصرف. انا اصلا عندي ديلي، وانا دي شخصيتي، ممكن اتصرف، بس في الواقع ده انا يعني انا في ازمات معينه كنت لا بتصرف، بس في الواقع دي انا اتشليت مش مهم حالتي الصحيه، يعني انا كنت محتاجه رعايه صحيه، انا مش مهم، ده مش موضوع. لكن الحمد لله انا بحمد ربنا انه قدرنا ان احنا تاني يوم، انا لما روحت تاني يوم، لما قدرت اني اروح وقايله للناس انا مش رايحه اتصور مع الناس، انا مش رايحه اتصور مع حد، انا رايحه فعلا انا كانسانه عايزه اطمن ان انا مفيش حد وقع عليه اذى، او انا اقدر كمان اعمل ايه اكتر من اللي احنا عمالين بنحاول، واللي حواليا والمحيطين بيحاولوا يعملوه. فانا لقيت ان هما بس حالتين الحمد لله اللي كانوا في المستشفى. فوقتها قدرت اطلع، ووقتها كمان كانت بدأت تنتشر ظلم وبهتان وحاجات مغلوطة، وحاجات أنا مش زعلانة من حد، أنا مش زعلانة من حد، بس زعلانة من الناس اللي استغلت وبدأت تزايد وبدأت تشير. حتى لو حد مثلا طلع وأنا عذراه وقال حاجة، لا الناس بدأت تستغل وتزايد عليه وتزايد عليا، وبدأ الموضوع يبقى غريب، وبدأ يبقى مرعب. يعني انتوا متخيلين انه في في اطفال، في اخويا انا عايش بره مصر، الناس دي كلها عماله تشوف حاجات، وانا نفسي في وضع. انا اللي يهمني دلوقتي، خلينا بقى في الفيديو، الناس اللي فعلا بتحبني، والناس اللي فعلا ما شكتش لحظه، والناس اللي اتهزت، والناس اللي برضو شكت، والناس اللي في صراع. ان انا اسفه للناس اللي عاشت في صراع اصلا بسببي. الناس انا حتى لاصحابي والناس القريبه، والناس اللي حتى قعدت تقولي لا نورهان طب انت خلاص، طب انت دلوقتي لازم تعملي كذا، طب انت مش عارف ايه، طب انت ايه. انا مش هينفع افضل ابقى حد غير اللي انا حاساه، انا مش هينفع ابقى انسانه تانية، مش هعرف. انا ما كنتش موجوده على سوشيال ميديا، انا من 7 سنين لما بدات ما كانش كل ده ما كانش مخطط ليه، كل ده ربنا وكرم ربنا وفضل ربنا. اكيد ربنا ليه حكمه لكل حاجه بتحصل، اكيد لكل حاجه انا حتى موجوده في قلبي وانا هعيش بيها في قلبي، اكيد ربنا ليه حكمه، اكيد اكيد اكيد. بس هل انا دلوقتي ابقى بس بتكلم عن شغلي، او ابقى نورهان اللي هي في ناس تقولي لا ما انت عشان كنتي بتشاركي حاجات شخصيه، ما انت عشان بتوري الناس فرحتك بقى مش عارفه ايه. يا جماعه الحسد او ايا كان، كل حاجه مكتوبه وكل حاجه نصيب. مش هينفع خوفي من ده يخليني، ربنا انعم عليا بصوت، ربنا انعم عليا بناس مش هينفع تشوفني كل يوم، بس انا من خلال السوشيال ميديا ومن خلال وجودي ومن خلال معافرتي وطاقتي واللي بيحصل انا قادره اديهم